دلوقتي في بيت الست الولاد اللي حصلت معاها المعجزه، وطالعين دلوقتي ناخد بركه المكان، وهنبدا نتعرف عليها وعلى اسرتها وعلى المكان اللي حصلت فيه المعجزه بالظبط. نستاذنكم تفضلوا معانا. سلام بالله. حضرتك احنا من كنيسه العذراء وقديس ابانوب. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. سمعنا ان ربنا عمل معاك معجزه، جايين ناخد بركه حضرتك وناخد بركه المكان، ونقدر تعرفينا اكتر عن المعجزه اللي حصلت معاكي عشان نقدر نوصلها لاكبر قدر من الناس. شكرا على محبتك. شكرا على محبتك. اتفضل. اتفضل. اعرفك بولا ابني. اهلا بيك. وميلاد ابني. اهلا بيك. ورندا بنتي. اهلا بيك. معاها طفلين، متجوزه. ربنا يخليك. وحبيبتي ام ميلاد. اهلا بيك. اتفضل. السلام. اتفضل. اتفضل. ناخد بركه. ربنا يخليك. احنا كنا الاول عايزين نعرف ايه نوعيه الالم اللي كان عندك، وايه التعب اللي كان عندك. ايه الاعراض اللي انت كنت بتحسي بيها، وكان الالم درجه الالم قد ايه؟ كان الاول ماشيه مع العلاج ويسكن معايا. تمام. كان الالم سببه ايه؟ سلامهم الغضاريف القطنيه. في الغضاريف. في الاوائل كانوا يقولوا لي ايه، ما تقعديش تقوي عشان توصليش لعمليات. تمام. انا طبعا ظروفي لازم اشوف في البيت وكده. تمام. فجيت على الاخر بقى في عيد العذراء، جيت نمت خالص، قعدت شهر نايمه في البيت، ما اقدرش امشي. كان الالم عباره عن ايه؟ عن الغضاريف. كان الغضاريف دست على العصب. كان كام فقره في الظهر مثلا؟ يعني 3 في رقبتي لما عملت الاشاعات، و3 في ظهري. 3 في الرقبه فوق و3 في الظهر. دول كانوا مسببين الم جامد. كانوا مسببين الم جامد، وخدت جلسات كتير، وبرده ما كنت يسكن معايا وارجع تاني للالم، ماشيه بالادويه. تمام. بس جيت على الاخر بقى تعبت خالص. كل ما اروح لاي دكتور، لما عملت الاشاعات قالوا لي لا، ده الغضاريف دست على العصب. تمام. ولازم عمليه. تمام. طب احنا بالنسبه للاشعاعات والحاجات دي كلها، يعني كان كل اشاعه بتطلع نتيجه مختلفه، ولا بتطلع نفس النتيجه اللي بيطلعها الدكتور الاولاني؟ صدق لا، كانت كل الدكاتره يقولوا على الغضاريف دي، لكن نفس النتيجه ثابته في كل الاشعاعات اللي عملتيها. كانت اشعاعات عاديه ولا في حاجات بالرنين؟ في حاجات رنين مقطعيه. تمام. وعاديه، يعني كذا اشعه، كذا نوع من الاشعاعات. وكلهم اقروا ان برضو الفقرات راكبه على بعض. وكان في الم. طب وصلت يعني وصل الالم لحد فين يعني؟ وصل لحد فين؟ قال لي كل ما اروح لدكتور يقول لي لازم عمليه. رحت ل3. تمام. الثالث اللي في السلام اللي بعدها حصلت المعجزه. مستشفى السلام. دكتور فادي. انا رحت له اليوم لحد وانا كنت بتألم شد الالام. كان الم جامد. راح قال لي ايه، اعملي لي الاشاعات دي، وراح في السرير ما تتحركش خالص. تمام. ولازم عمليه. المهم يعني هو اقر بعمليه في نفس اليوم. ما قال لي اعملي لي اشاعات برضو. الاشاعات نفسها. عملت الاشاعات بعديها. بس قبل الاشاعات ما اعملها انا، كان المعجزه حصلت الاربع، الاشاعات اتعملت الخميس. تمام. اول ما رحت له بيقول لي مين اللي داخله عليا دي؟ انت اللي كنت تعبانه؟ قلت له كنت داخله عاديه، واخده له الحزام معايا. تمام. وقلت له هوريك المعجزه، يعني ازاي؟ وريني. فتحت الحزام، اندهش وقعد يصور، قال لي اطلع على السرير اكشف عليك. اول ما كشف علي قعد يخبط في ظهري، يرفع، ما تغزنيش رجلي، مش حاسه بحاجه، انا ما كنتش قادره ان انا، وماشيه عادي ما فيش اي حاجه خالص. طلب اشعاعات بعدها ولا حاجه؟ ما بعدها، انا بعد المعجزه مباشره، المعجزه حصلت الخميس، عملتها الاربع. لكن المعجزه يعني في اشعه قبل الاربع مثلا؟ لا، عملت الاشعه، المعجزه حصلت الخميس. تمام. الاربع، وانا عملت الاشعه يوم الخميس. يوم الخميس. لكن في اشعاعات قبل الاربع، قبل يوم الاربع انت كنت عامله اشعه؟ كنت عاملاها. ايوه. تبع الدكتور يوسف. تاكد بقى ان كان فعلا في غضاريف لوقت قريب. ايوه كل الاشعاعات كل الاشعاعات موجوده. وبعد كده بس انا يوم المعجزه اللي حصلت يوم الاربع ده، كان البابا تودروس شغله عادي.
انا كان في عزة يوم الاربعاء. فانا اتألمت جامد جامد وانا قاعده مكان مدام مولاد. تمام. انا وبتألم شايفه زي دايرتين شكل القمر على الحيطه هنا كده. الحته دي ولا جوه الحيطه دي الاول وانا قاعده في الصاله. اه. قعدت اتألم جامد وخبط في ضهري. قلت البس الحزام واخش انام. يعني الحيطه دي ولا الحيطه دي اول ما دايرتين شكل القمر. المهم انا وما داخله الاوضه. ده وصف ده المكان بالظبط. دايرتين شكل القمر. انا وداخله الاوضه حاساهم داخلين معايا. تمام. لما دخلت لكن انت مش يعني كنت حاسه باللي بيحصل، حاسه يعني شايفاه. ايوه انا كويسه عادي شايفاهم بس بتألم والألم بيشتد كل ما ايه. لكنك ماشيه معاه. يعني هم النورين دول ماشيين معاهم بالظبط. يعني هم دخلوا معاكي بعد ما لبست الحزام. دخلت نمت. اتفضل. اول ما دخلت نمت غمضت عيني. ده تمام. مع الألم برضو اللي شادد معايا. وبعد كده ايه رحت اول ما دخلت نمت النورين برضو مسحبين. المهم لما غمضت عيني القمر ده اتحول لشكل طبيعي ماري جرجس والعذراء. دي شفت الصور بقى؟ شفت الصور العاديه هي تجلي والماري جرجس زي ما بنشوفه. العذراء الظهور وماري جرجس زي ما بتشوفيه لكن سوا. لا ما شكل وانا في عينيا قدامي. تمام. المهم اول ما اتألمت جامد خبط نمت على وشي برضو ما فيش فايده. بس حاسه بقى بنج جسمي كله اتبنيت خالص. ده كأن بقى دخلت في مرحله تانية بقى زي غيبوبه. مش عارفه ان هو الالم ولا اتفضل. المهم ما لقيتش فيه فايده. قلت لا انا هقوم. بعد ما لقيت الالم عمال يزيد. اول ما جيت قمت المروحه كانت عمود عندي محطوطه تمام. لقيت كلها الاوضه دي دخان. انا مش معبره دخان. قلت المروحه ضربت دخان بخار. بخار بس شميت ريحه خنوق. بخور اسف. اول ما فقت اتفضل. جيت لقيت نفسي غرقانه زي جردل ميه مدلوج على جسمي. جيت شلت الحزام لقيته كله صلبان بالدم. انا اتخضيت مش عارفه اروح فين اعمل ايه لوحدي. انا مش قادره اقف. تمام. متبنجه حاسه نفسي رجلها مش على الارض. رحت اتصلت بابني الصغير ده جاني. تمام. في ايه يا ماما؟ قلت له بص يا ميلاد يا بولا مش عارفه في ايه. بس قال لي دي معجزه. ده بولا. اتصلت بمامة ميلاد برضو نفس الطريقه جات. قعدوا معاك النورين قد ايه او قعدوا الصورتين قد ايه؟ الصورتين اول ما دخلت على السرير اتحولوا جسد قدامي يعني صوره عاديه شايفاها. لكن مش حاسه يعني حاسه ان هم لمسوكي بس انت مش يعني انا حاسه خبط كان حد بيخبط في ظهري او في لحظه الالم. مش حاسه ان يعني ان مش مفسره معجزه مش مفسره حاجه لحد. انا حاسه زي ايه جاتني خبطه في ظهري زي بحاجه تقول لي تعادلي كده. نمت على وشي زي ما كنت حد خبطني في ظهري وزقني كده. تمام. الزقه بس اللي نمت على وشي. قعدت شويه اتحمل وبعد كده قمت بعديها. تمام. بعد الزقه الجامده دي لقيتي زي ما وصفت كده الاوضه مليانه بخور لكن الصورتين مش موجودين. لا مفيش خلاص. والعلامات طبعا اللي سابوها لك على الحزام والجلابيه وكان القميص كمان نشوفهم. بس انا غسلته. معلش الحاجات دي. طيب الاشعاعات عندك والتحاليل والحاجات انا عايز تاريخ قبل. يعني يا ريت تجيب لنا تاريخ قبل الاشعه اللي هي بتاعه اللي هي الدكتور اقر لك فيها العمليه والاشعه بعد موجودين اهو. لو عندك الحاجات دي نقدر نطلع عليها ونقدر نشوف شرح دي. طلع لي انا ما استاهلش محبته بالمكان المتواضع. الاوضه بتاعتي دي جاتنا العذراء والماري جرجس سلام الرب عليهم وجم زاروني وعملوا لي المعجزه. دي بركه كبيره. اتفضل. طيب دلوقتي احنا هنشوف الاشعاعات والتقارير اللي هي حصلت عليها من الدكاتره وهنبدا نشوف دلوقتي الحزام والملابس اللي كانت عليها اثار المعجزه نفسها. اتفضلوا معانا حضرتك. اتفضل اوريكم الاشاعات بتاعتي. الحزام اهو بركه محبته. الاول واحده حاجه نشوف الاشعاعات التواريخ يعني استاذنك كده تقرب على التواريخ. دي كانت
أشعة كانت بتثبت وجود الغضاريف أو الألم اللي في الظهر بالتاريخ. وهي كانت تعبانة يوم الأربع في نهضة العذراء زي ما قلتي ولا الأربع كان الماري جرجس قرب، لا كانت العيد العذراء خلص. كان عيد العذراء خلص. قبل الماري جرجس ما يخلص ب3 أيام. تمام. لكن انت عملت الاشعاعات بعد المعجزه. عملت الاشعه الثانيه اللي هي طلبها الدكتور بتاع مستشفى السلام. ايوه. اللي هي بعد المعجزه طبعا. ايوه ما رحت لهم. ده تاريخها، ده تاريخ الاشعه. يا ريت نزوم عليه. تمام. حضرتك بقى فين يعني الاثار بقى نفسها او لما دخلت على الدكتور طبعا اداكي تقرير اللي هو تقرير. بيقول لي هو انت اللي كنت تعبانه؟ قلت له تعالى اقول لك على اللي حصل لي، يعني نشكر ربنا. تمام. الماري جرجس والعذراء جم ظهروا لي. تمام. فانا كنت اليوم ده لما تعبت قوي وبتألم، كنت انا قلت له ماري جرجس انا بخدم بيتك، انظر ليا يا عذراء. كانت العذراء كانت كل بشوف في القناه على CTV كل يوم اشوف معجزه. طب حن على بنتي، كان مش لاقي حد يسقيني ميه، طب انظري ليا. فهي برضو صبرت عليا شويه لما جابت حبيبها وجاتني. فجابت الماري جرجس يوم عيده. تمام. جوني هما الاثنين، فيعني انا ما استاهلش محبتهم. احنا هنا بنبين بس تقرير الدكتور بعد الاشعه. قام بالكشف عليها، وده التاريخ هنا موضح. هنا التاريخ فوق، تاريخ الأشعة وتاريخ التقرير الطبي اللي هو كاتبه. في الأشعة الأولانية بتبين في التاريخ القديم اللي كان فيه ألم في الظهر. في الأشعة الثانية بعد المعجزة بتبين هنا حسب تقرير الدكتور إن مفيش أي ألم خالص، وكانت حصل بالفعل المعجزة. وده باين على الحزام اللي كانت ساندة بيه ظهرها. فضحك قرب تاني. تمام. ده الحزام، في اثار صلبان وفي اثار كده الصوره تشبه يعني ناس كتيره فسرتها ان هي قريبه للماري جرجس يعني. تمام. قلنا يمكن الحزام لوحده. يعني برضو في هنا جزء تاني في الجلابيه اللي كانت لابساها، نقدر نوريه لحضراتكم. فيها صلبان اهي، وباين اثار الدم والمعجزه طبعا. هي يعني كانت ما بين زي المتبنجه وما بين حاله الذهول اللي بتحصل، لكن ربنا يمكن بيدي الفتره دي عشان تقدر تعمل المعجزه تتم بنجاح زي ما احنا شايفين كده. ده اللي حصل معاها. كملي حضرتك. انا ساعه المعجزه ما حصلت كنتش عارفه ان انا مش حاسه ان انا على الارض كده، واتصلت بابني. تمام. جه شاف يعني انا. طب انت شفتي ايه؟ او الاوضه انت بتقولي كان فيها زي نوع من البخور كده. أيوة. حسيتي ان يعني خفتي يكون في قفله في الكهرباء؟ ايوه مسكت المروحه كده للسلك لقيتها سليمه. طب تمام. ايه يا ربي. شميت بعد ما ركزت شويه برضو ما كنتش حاسه بنفسي. شميت زي حنوط كده مش بس مش متاكده برضو يعني من انك قلتي في الاول كان في زي موضوع البنج دوت. انك مش متاكده، بس اللي عماله تقلبي طبعا في الحاجه وتشوفي ايه. طيب اللي بعد كده لما اتصلت بابنك جه كان في ايه الاثار مثلا او ايه اللي شافه؟ اثار الحزام، وبرده كان بيقول لي مع المعجزه. في هنا لو حضرتك قربت هنا في زي صوره هنا لماري جرجس، يعني اكتر من حد فسرها. لو قربت كده عليا شويه الحزام صوره بالدم كده، بس الخيال بتاعها باين ان هو ماري جرجس يعني. في هنا مجموعه صلبان، لكن هي الصوره دي اكتر من حد شافها قال فعلا عليها ان هي ماري جرجس. في حاجه كمان لما قالت ان الاوضه كان فيها ريحه حنوط وبخور. بالفعل الحزام نفسه ريحته مليانه كأن حاجه يعني كأنه منقوع فعلا او موجود في البخور ده في من فتره بقاله كتير. هنا كمان في صور تحس ان هي برضو على القميص برضو
في صور تحس ان هي الصلبان مشتركه بنفس الاسلوب، بنفس اسلوب الرسم هنا، بنفس اسلوب الرسم، بنفس طريقه الصباع. يعني في هنا واحد مشترك، تحس ان الصليب ده مشترك مع ده في نفس طريقه الرسمه او في نفس العرض بالصباع يعني. في هنا كمان صلبان وبتاخدها بطريقه يعني اغلبها في حاجات جت للاخر وتحس ان هي الصلبان سريعه على اساس ان هم يعني كانت بدات تفوق هي قبل ما تتصل بولادها وقبل ما تتصل بالجيران عشان يجوا. حضرتك في ايه تاني ملاحظات تاني شفتيها بعد ملاحظات؟ انا لما جيت قلعت هدومي طبعا، جيت من العرق بحط ايدي كده لقيت دم في ايدي، اتخضيت، رحت بصيت في المرايه اللي جوه عندي لقيت صليب كبير بالدم من اول رقبتي لغايه ضهري ناحيه الكليتين كده. ده واخد الظهر كله؟ لحد نص الظهر. بس من خضتي دخلت الحمام استحميت. تمام. لكن حضرتك ما كنتيش برضو عارفه ان ده لولا ان هو طبعا جم فسروا لك ان هي دي معجزه؟ ده اللي فسرها لي ابني، قال لي دي معجزه. ابنك من فين بقى؟ من بولا. ومامة ميلاد. اتفضل يا بولا. طيب قولي اللي انت شفته لما جيت. هي قبل ما انزل كانت هي بناكل مع بعض، كانت تعبانه او بتعيط. طبعا. رحت سايبها ونازل. تمام. ومن بعدها بساعه بالظبط اتصلت بيا بتقول لي الحقني. ما انا جيت دخلت الشقه لقيت بخور وريحه بخور جامده وحموض. تمام. بتقول لي بص على الحزام وبص على الجلابيه، وريتني الحزام والجلابيه، طلعت دي صربان ياما، حصلت لك معجزه. جميل جدا. رحت بايسها على ايديها، قلت لها العذراء وام جرجس ظهروا لك عشان تفنى عودتهم. تمام. يفعدوا. لكن انت لما شفت الصلبان طبعا وبدات تشوف العلامات والاثار دي كلها اتصلتوا بحد تاني على اساس ان هو برضه اتصلت باصحابي وقلت لهم، بس تمام. كان في اللي في شغل ما حدش قدر يجي. طب حضرتك اتصلت بحد من الجيران جه؟ حد كان يعني من الجيران جالك؟ حد يعني اتصلت بحد؟ ما كانش حد غير اختي اللي جاتني. بس ست مولاد. اهلا بيك. طبعا انا جنبك بس هنا. الست مولاد. من الواضح انك اعز صديقه لخالته مولاد برضه. زي اختي يعتبر. عايزك توصفي لما جيتي كان ايه الوضع بالظبط؟ كان ايه قبلها؟ كان ايه الشكاوى اللي من الالم بتاعها؟ الاسباب اللي كانت اللي كنت انت بتاكدي لازم تعمل عمليه زي ما انت قلتي في كلامك. اتفضلي كده احكي بالتفاصيل. ماشي. هي يعتبر اختي وصديقتي وغاليه عليا جدا. تمام. ماشي. فهي انا كنت باجي من فترات يعني كده ازورها اشوفها عامله ايه. فجيت من فتره قريبه يعني قبل العمليه، قبل ما تحصل معاها المعجزه بفتره قريبه، جيت انا واتنين خدام معايا زرناها، لقيناها تعبانه جدا وحاطه مخده ورا ظهرها، وقالت لي رجليا دي مش قادره احركها. فانا قلت لها طالما الموضوع يعني كبر قوي معاكي لازم تعملي العمليه يا ميلاد. قالت لي ماشي ربنا يدبر، وهشوف التحاليل والاشاعات وبعدين اشوف موضوع العمليه. والعمليه على فكره كان المفروض تتعمل بمبلغ كبير جدا. فمشيت وسلمت عليها وكل حاجه ومشيت. وبعد كده هي اتصلت بيا بعدها بكام يوم، فقالت لي انا عايزاكي دلوقتي حالا. انا افتكرتها تعبانه قوي، ففعلا جيت اجري لقيتها متوتره جدا وبتقول لي في حاجه حصلت غريبه معايا. فبقول لها ايه اللي حصل؟ قالت لي مش عارفه، تقريبا حصل معايا معجزه. ففضلت تشرح لي ان في زي قمرين منورين على الحيطه. ودخلت الاوضه بعد ما حكت لي لقيت الاوضه ريحتها فعلا حنوط وبخور. كانت لسه يعني ايه، لسه قاعده بقيه البخور في الاوضه. ان هي بعد ما عملت معاها المعجزه ما فيش 10 دقايق او ربع ساعه او نص ساعه وانا جيت لها هنا. فقالت لي الجلابيه فيها دم وقميص كان فيه دم، بس انا غسلته عشان انا قمت ما كنتش عارفه ايه اللي حاصل لي دوت. ولقيت الحزام برضو فيه دم. ده الحزام ده اللي حضرتك شفتيه؟ هو دوت. والجلابيه دي وكان كمان قميص داخلي كان مليان اكتر من كده، بس هي يعني ما خليتوش، غسلته بسرعه. تمام.
فحتى انا قلت لها وفضلت تضحك، قلت لها ليه غسلت القميص؟ كنت خليتيه يعني ده فيه كميه لكن صربان هما دول كبيره. بالفعل القميص ايوه والحزام هو اللي ده حضرتك او والحزام. الجلابيه والحزام اللي حضرتك شفتيه. بس هي قالت لي القميص عشان أنا مش عارفه كنت تمام. مخضوضه فقمت غسلته. كانت بتقول هي لاحظت حاجات تاني لما دخلت عند المرايه جوه. صليب كبير في ظهرها، لقيت صليب في ظهري من اول يعني ظهري من فوق لحد اخر ظهري، صليب عريض بالدم معمول بالدم. تمام. قالت لي كنت خايفه ومش عارفه ايه اللي حاصل لي، فاستحميت ووريتني الحزام ووريتني الجلابيه وقعدت تحكي له، كانت متوتره جدا. فانا ضحكت قلت لها ما تخافيش، ده ربنا بيحبك قوي وهو عمل لك معجزه كبيره. فوقفت هي كانت قاعده هنا، فوقفت وقالت لي بص انا بقيت كويسه ازاي، لان لما جيت لها هي ما كانتش قادره تقف على رجليها اصلا. اخر مره انت شفتيها فيها قبل المعجزه ما فيش كام يوم يعني مش كتير. كانت بالفعل مأكده ان هي رجليها مش قادره تدوس. ما كانتش دي، كانت تقول لي مش قادره احرك صباعي، وكانت حاطه مخده وقاعده مش قادره تتكلم. فوقفت وقعدت تقول لي بصي انا بقيت كويسه ازاي، وفضلت تعمل رجليها كده اهو، يعني كاني واحد يعني لسه ما فيش اي حاجه يعني سليم يعني. فانا اتبسطت وفرحت، وانا وهي قاعده نشكر ربنا ان احنا يعني السما بتبص علينا وبتفتقدنا كده. طبعا الحمد لله. طب يا ست ام ميلاد، انا كنت عايز يعني اعرف مين كان من عندنا من الكنيسه متابع الحاله، يعني متابع الحاله من الاول. ابونا ارسال. هو اب اعترافي وعارف كل حاجه عنه. طب هو كتب يعني وصف لك دكاتره معينين؟ وصف لي الدكتور اشرف نصيب في شبرا. تمام. ده في بدايه الالم ولا كان برضه الالم واصل؟ يعني برضه بروح لدكاتره كان من قبليها. تمام. المهم ايه، فقلت له ابونا ده الدكاتره طالبه مني عمليه ومبلغ كبير. تمام. اجيبه منين؟ قال لي ما تخافيش، بيت امك موجوده، كنيستك موجوده. تمام. اوعي تخافي. قلت له طب كلم لي ابونا اندراوس حتى يساعدني بتاع العذراء بتاع المراجرجس. تمام. قال لي لو حتى ابونا اندراوس ما ساعدناش ربك موجود مش هيسيبك. ده بركه كبيره يعني. ده ابونا ارسال. تمام. وده اب حبيبي يعني ما فيش بعد كده تاني. انت عرضت تحاليل على الدكتور يوسف عندنا؟ يعني كنت عامله تحاليل اشعاعات؟ ما هي الاشاعات وكله وريت له صورته كله ومع الدكتور يوسف. تمام. بس قلت له عايزه الاشاعات الصور، جبتها له قال لي لا خليها بعدين. ده دكتور يوسف اللي في الكنيسه. ايوه وفي دكتور يوسف انا بتعالج عنده في المفارق. هو يوسف بخيت، يوسف هو اللي قرر لي عمليه. ده اللي قرر العمليه. فحد حتى ميلاد ابني بيقول له، قال له لا ده هتحتاج مسامير ومش مسامير، وقعد يشرح له العمليه. قلت له لا، هي العمليه دي بيبقى نظام شرايح ومسامير. هو قال له مسامير. فقلت انا خلاص ده انا كده هعمل العمليه واقعد على الكرسي مش هقوم تاني. طب نستأذنك نكلم ميلاد برضه. ميلاد تعالى يا حبيبي. اتفضل. ده البركه بتاعتنا. لما اتقابلت مع الدكتور يوسف اللي هو في المفارق قال لك ايه بالظبط؟ الدكتور قال لي الفقرات ضعفت خالص، ضعيف، ودست على العصب والقطنيه يعني من تحت بقت ضعيفه ومحتاجه عمليه ضروري. بس قال لي ايه، نمشي في العلاج لمده 3-4 ايام لحد ما اورد لابويا الدكتور. يعني هو كان دكتور رامي. ايوه رامي وابنه يعني دكتور رامي ابن دكتور يوسف. فقال لي ايه هورد الاشاعه بس لوالدي واتصل بيا تاني يوم. اتصلت بيه قال لي ايه هنمشي بالعلاج شويه بس وبقى تعالى لي العياده. انا فما قدرتش اروح له عشان كنت سافرت وكده. بس انا كنت سايبها تعبان. بتدرس كليريكي طبعا في دير المحرة في اسيوط. بس انا حاليا يعني واخد اجازه من تمام. بس ففضلت يعني اصلي هناك في كنيسه العذراء الاثريه. صليت كتير وكنت بعيط بالدموع انا عشان سايبها تعبانه جامد. فقالت لي يعني حسيت يعني ربنا بيقول لي اطمن. اتصلت يعني اتصلت بيها يوم الاحد. يعني انا بقول لها ايه روحي للدكتور وكده، يعني حاولي روحي للدكتور تاني وشوف هيقول ايه. واتصلت بالدكتور بس هي راحت لدكتور في مستشفى السلام المهندسين واتصلت اطمنت عليها. فقالت لي طلب مني 4 اشاعات وبعد كده يعني هعملهم واروح له تاني. فقلت لها ماشي وطمنيني وكده. انا في الفتره دي فضلت اصلي جامد. يوم الاربع كنا بنصلي القداس وكنا بنعمل نهضة العذراء هناك في الكنيسة وكنا بنعمل تمجيد العذراء. فانا حسيت
العذراء كانت ظاهرة لي يعني في يومها، وحسيت بريحة بخور. ويوم الخميس يعني يوم الخميس على الساعة 4 الفجر حسيت يعني حاجة بتقول لي اطمن يا ابني. بس فأنا رحت قلت يا رب يعني دبر كل الأمور. تمام. فبس عرفت يوم الحد تاني أسبوع. فقالت لي ايه، انا خفيت يا ميلاد، انا بقيت كويسه، حصلت لي معجزه. العذراء ومراجرجس عملوا لي معجزه وظهروا لي، وفي ريحه بخور وحنوط وكده في الشقه، والحزام باين وكده. تمام. بس وقالت لي الدكتور كتب تقرير وكده. طب ممكن تقرا التقرير ده بعد اذنك؟ استاذنك اقراه بصوت عالي. اللي حصلت معاه المعجزه بصفتك حضرتك كنت متابع التحاليل ومتابع كل الفحوصات الطبيه اللي تمت معاها، فهنحب ناخد كلمه من حضرتك كده عن الموضوع يعني. اتفضل. هو الحقيقه الست دي انا بعتها لي ابونا رسالي بعد ما حصلت معاها المعجزه، والحقيقه يعني اشهد برضه ان هي عندها رغبه عميقه جدا وشديده جدا انها تعلن عمل ربنا معاها، شفاعة الست العذراء وشفاعة مراجرجس. يعني انا بحكم انشغالي اتاخرت عليها كتير، وهي فضلت بدون كلل يعني تتصل بيا عشان نقعد ونعمل ونبص على التقارير. ولما شفت التقارير الحقيقه فوجئت فعلا بالتقارير والاشعاعات اللي هي قبل المعجزه فيها انزلاق غضروفي شديد في عدد من الفقرات في الرقبه او في المنطقه القطنيه اللي هي منطقه الظهر، ممكن يعجز اي بني ادم. وهي فعلا من التقارير والروشتات اللي معاها كانت وصلت لمرحله ملهاش حل غير انك تعمل عمليه جراحيه، وجايز توصل لحاجه يعني في الطب ان هم يثبتوا الفقرات فوق بعضها لما نلاقي الحكايه ضايعه خالص طبيا يعني. بنشيل الغضاريف خالص ومثبتين الفقرات بشرايح. بس الظهر واقف. الظهر واقف. انا هلغي الفقرات، كأن هلغي الفقرات. ده بيلجأ ليه لما تكون الحاله شديده. هي وصلت لهذه المرحله، وده تقرير استشاريين واخصائيين الاعذار اللي شافوها وثابت في التقارير المنشوره يعني واللي موجوده كل صورتها عندنا يعني. بعد العمليه اعراض تختفي 100% بشكل معجزي واضح في ايد ربنا وتدخل القديسين. الاشعاعات اللي موجوده بتقول ان ما كانش ممكن يحصل اي تحسن لا بعلاج ولا بعلاج طبيعي ولا باي حاجه، خصوصا ان شغلها هي بيعتمد على الشيل والخط. شغلها في دار مراجرجس برضه بيعتمد على الشيل والخط واستعمال الظهر اكتر من هي الحقيقه يعني هي انسانه صاحبه ايمان عميق فعلا، وده يورينا فعلا زي ما السيد المسيح قال يعني زمن المعجزات المعاصره برضه لسه ما انتهاش. لا كمان المسيح لما في مرة من المعجزات يقول الكتاب ان السيد المسيح عن بعض واحد مريض يعني قال إذ رأى أن له إيمانا ليشفى. فلازم يعني الإيمان توفر الإيمان من الناحية الثانية. غير الإيمان ما تحصلش معجزات. إيمان المريض أو إيمان الناس اللي بيقدموه زي ما شفنا في معجزة الأربعة اللي أنزلوا المفلوج. يقول في الكتاب لما رأى إيمانه قلب المفلوج مغفورة لك خطاياك ابتدى يعمل المسيح المعجزة. ففعلا أم البلاد دي يعني كانت لها إيمان عميق وثقة إن ربنا هيشتغل معاها، وعندها يقين إن هي القديسين هيشتغلوا، وده اللي خلى المعجزة العظيمة بتاعها تحصل. يعني أنا شخصيا شفت الصلبان موجودة بعد صلبان الدم، ودي إشارة مشهورة لأن القديسين دايما يسيبوها بعد المعجزات. وأنا شفتها وأنا طفل صغير في كتير من المعجزات اللي بتحصل في كنيسة مراجرجس في دشنا في البلد اللي أنا اتربيت فيها. كنا نشوف مراجرجس يعمل معجزات وتيجي الهدوم عليها الصلبان يقدموها للآباء ويقدموها للكنيسة. يعني عمل ربنا عمل عجيب جدا، و
بيعمل في قديسين طبعا. صحيح، يعني شفاعتهم يعني المقبولة لإيمان الكنيسة وخبرات روحية احنا كلنا بنعيشها وبنختبرها. وقت التدخل ده لازم برضه يكون في وقت تدخلهم في عمل المعجزة برضه بيبقى ليه. صحيح. وقت التدخل ده عجيب يعني هو يعني ممكن ربنا ينتظر حتى الهزيع الرابع من الليل يعني تتفاقم المشكلة والتعب، ولكن يكون ربنا ليه تدخل وليه اختيار. يعني برضه في ناس بيبقوا تعبانين ويصلوا كتير ويطلبوا، لكن ربنا يقول لا يعني المرض ده هيفيدك، خليه تستحمله بشكر. في آخرين ربنا يتمجد ويعمل المعجزات، فهي برضه اختيار زي ما انت بتقول يا أستاذ رأفت. يعني فيها اختيار حسب النعمة وحسب مقاصد ربنا في حياتنا. في حاجات ربنا يتدخل وفي حاجات وأمراض ربنا يسيبها لأولاده ويقول له هتستحمل الصليب هتستفيد بيه أكتر. دي حاجة طبعا وربنا طبعا ما بيسيبش نفسه من غير شاهد يعني، والقديسين يعني أكيد بيسندوا طبعا. مش عايز فعلا القديسين شفاعتهم ووجودهم ورجعتهم جوه الكنيسة ليها برضه. وده طبعا إيماننا الإنجيلي الكتابي اللي بنؤمن بيه إنه لنا سحابة من الشهود محيطة بنا يعني حوضنا من حتة وبيشهدوا للإيمان ويرفعوا ليه ثروات دايما أمام الله من أجل الكنيسة ومن أجل الناس التعبانة والمرضى. ويمكن الحياة بنشوف كمان أحيانا المعجزات تتم بدون طلب، يعني ما يكونش حد بيطلب، لكن ربنا يبعت حد من القديسين لما يكون حاسس إن الشخص في ضيقة أو بتاع. وده يورينا يعني عمق الشركة بين أعضاء الجسد الواحد، بين الكنيسة اللي في السماء والكنيسة اللي على الأرض، اللي ممكن نسميها الكنيسة المنتصرة أو الكنيسة المجاهدة. فممكن اللي فوق يبقوا حاسين بضيقة، أو تيجي العذراء تظهر في وقت معين يكون في شوية متاعب جاية قبل ما تحصل، تكون بتدي تعزية وده ظهورها هيدي بركة للكنيسة. احنا بنشكر دكتور يوسف على الكلمة اللطيفة دي. يعني أنا بشكر ربنا إن أنا يعني لمست العمل ده وشفت التقارير مع الأخت الحسن مع المعجزة، ودي كانت بركة ليا إن أنا يعني أمرت بربنا وأشوف العمل وأشوف إيد ربنا اللي بتعمل وسط القديسين. نشكر حضرتك، ربنا يعوض تعبك. ربنا يعوض تعبك. حضرتك أستاذ مينا وربنا يعوض تعبك. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحقيقه انا تابعت المعجزه العجيبه دي اللي حصلت مع الاخت ام ميلاد. ده الاسم اللي انا اعرفه عنها، ما اعرفش اسمها، هي شخصيه كتير. وشفت الحقيقه لان كان ابونا ارسلني بعتها لي علشان اشوف التقارير بحكم التخصص يعني والمهنة، اشوف التقارير والفحوص اللي معاها. الحقيقه طبعا ده يعني اتجاه جميل من الكنيسه انها بتحقق كل المعجزات وكل العمل بتاع ربنا، ولما حاجه تتنشر وتتذاع على الناس تبقى مؤكده ومحققه من جهات برضه ناس تخصصيه. هي الحقيقه الفحوص اللي معاها بالذات اللي هي قبل المعجزه فحوص باين ان في انزلاق غضروفي شديد في عدد كبير جدا من الفقرات ما بين الفقرات القطنيه والفقرات العنقيه اللي هي في الرقبه. والمنظر الموجود اللي باين في الاشعه بالذات اشعه الرنين المغناطيسي اللي طبعا اشعه مهمه في تقييم الانزلاق الغضروفي بتقول ان مفيش يعني فهذه الدرجة الحقيقة من الانزلاق في الفقرات ما مش ممكن يحصل فيها أي تحسن لا بعلاج ولا بعلاج طبيعي. لما توصل لمرحلة كده لازم العملية الجراحية. مش بس العملية الحقيقة، لكن أحيانا في الحالات المتقدمة تبقى العملية عبارة عن
تثبيت الفقرات، يعني كأني بلغي المفاصل اللي بين الفقرات المختلفة وخليهم يعني حتة خشبة واقفة. بس ده حل عملي علشان نتجنب الألم الشديد اللي بيجي للمريضة زي ما حصل مع أختنا، ويبتدي يقدر يعني يمارس بعض الأنشطة اللي كان بيعملها، مش كلها طبعا. لكن اللي حصل مع بلاد ده حاجة عجيبة جدا، وتدخل إلهي واضح، وطبعا ترك علامات وصلبان بالدم على الملابس وعلى الحزام، وأنا شفتها ومعروضة قدامكم. ودي دايما علامة دايما القديسين والشهداء بيتركوها دايما بعد تدخلهم وبعد ما بيمدوا ايديهم بنعمة ربنا ان هم يشفوا حد. المنظر عجيب جدا، تدخل واضح جدا، تحسن في الاعراض مذهل لدرجة ان احد الاستشاريين العظام اللي شافها كان مذهول وهو بيتكلم معاها ازاي، ايه اللي حصل، انت عملت ايه، رحت فين، جيت منين، لانه كان شايفها وهي في اثناء التعب الشديد. بنمجد اسم ربنا وبنكرم ابائنا القديسين على راسهم امنا العذراء والشهيد العظيم ماري جرجس شفيع الكنيسه وشفيع الكنيسه كلها، لان اعمالهم ووجودهم وشفاعتهم حاجه ملموسه دايما بنحس بيها في كل وقت. وربنا يعوض تعبكم جميعا، استاذ رأفت، استاذ مينا، كل اللي تعبوا في الاخراج والشغل بتاع هذا الفيلم الصغير علشان نظهر عمل ربنا ونمجد الله الذي يعمل. دلوقتي هنسأل وتسمونا إذا كان زمن المعجزات المعاصرة موجود ولا انتهى. زمن الاستنجاد والشفاعة بالقديسين موجود ولا لا. معانا وتسمونا أرساني هيوضح لنا كلمة عن الأحداث، عن الموضوع اللي حصل بالنسبة للمعجزة اللي احنا بنتكلم عليها بالفعل. ناخد بركة من قدسك وهنعطل قدسك شوية، لكن نحب ناخد بركة من قدسك وتعقب لنا على المعجزة اللي حصلت. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. المعجزات موجودة، والكنيسة لا تؤمن إن الناس اللي مشيت والناس اللي كانت بتجاهد في الكنيسة دول انقطعوا عننا، لكن هم مكملين معانا بيساعدونا. في سفر رؤيا الإصحاح السادس في الآية 11 يقول كده: وقيل لهم أن يستريحوا، اللي هم اللي كانوا بيجاهدوا، زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد وفقائهم وإخواتهم أيضا العاتدون أن يقتلوا مثلهم. يعني الكنيسة فيها جزئين: مجاهدين ومنتصرين. منتصرين الآباء والقديسين اللي عدوا وطلعوا وسافروا السماء، والمجاهدين احنا اللي موجودين على الأرض عمالين نجاهد في متاعب وضيقات وآلام لغاية ما نكمل جهادنا. بيساعدونا القديسين، بيساعدونا، وده إيمان الكنيسة وعقيدة الكنيسة إن احنا حاجة واحدة، كنيسة واحدة مجاهدة وكنيسة واحدة أيضا منتصر. بالنسبة للمعجزة اللي احنا بنتكلم عنها بتاع الست مملات مدام شادية، هي من بدري بتعترف معايا من حوالي 10 سنين. في ضيقات، في متاعب، والعجيب ان المتاعب اللي حواليها يمكن اكتر من المتاعب اللي جوه جسد. يعني لو نعرف كده حاجة عجيبة جدا، عندها ابن مريض بالكانسر في المعدة وجزء في القولون، ودخل جراحات كتيرة جدا، يمكن المعدة بالكامل تم استئصالها وجزء من القولون، والحالة صعبة جدا، وما زال في علاجات، وسنه صغير في العشرينات، يعني يمكن 23 أو حاجة زي كده. في نفس الوقت البيت ظروفه صعبة وضيقات عدت بالبيت كتير جدا، والست محتملة أمينة دايما بتشتغل عشان تكفي احتياجات البيت وتساعد في البيت. لو جينا نركز على فترة المعجزة، الفترة اللي قبلها مباشرة كانت تقريبا في حدود أسبوع كانت الكنيسة معانا هنا في قداس يوم الاثنين
بتيجي تاخد بركة القداس وتمشي على شغلها. هي بتخدم في مكان تبع الكنيسة، ما بين خدمة وما بين عمل يعني تكمل احتياجاتها. جات في الحقيقة أنا شفت حد عمالة يتسند ما بين الدكة والتانية عشان تقدر تتقدم وتمشي في الكنيسة بصعوبة شديدة جدا، لغاية ما وصلت للتناول وتناولت وفضلت قاعدة شوية لغاية ما سابت الكنيسة ومشي. في الحقيقة أنا شفت الحالة وصلت لها، ربنا يمد إيده، ربنا يمد إيده بالشفاء، ربنا يتدخل بطريقته. لكن في الحقيقة لقيتها في خلال أسبوع 10 أيام بتتكلم معايا، بتقول لي يا أبونا الست العذراء والقديس مارجرجس جولي، وكان في البخور الشديد اللي موجود في الأوضة، وبدأت تحكي تقول لي في الأول حسيت إن في حاجة، المروحة اللي موجودة في الشقة أو في الأوضة اللي هي فيها، كان الجو صيف شهر 8 دي باظت أو ضربت. فشوية بشوية بدأت تركز، لقيت القديس مارجرجس ومنى العذراء بدأت الصورة بتاعتهم تكبر، وهي مش يعني عمالة تستوعب الموقف وعمالة مش قادرة تدرك الموضوع. وشوية لقيت الصورة اختفت والبخور ده قل من الأوضة، واللي كانت نايمة تقريبا في الفترة دي دخلت في كذا أسبوع نايمة ما بتتحركش خالص، ما فيش حركة، ما فيش أي عمل تقدر تعمله في البيت ولا بتنزل شغلها. لقيت نفسها قادرة تقوم تقف. وكان قبل ما تنام يعني قبل المعجزة على طول كانت رابطة وسطها بحزام، فبتقول أنا كنت رابطاه لقيته فك، فقلت ربما أنا ما ربطتوش كويس، حصلت مشكلة. فبتبص فيه لقيت فيه يمكن اللي يلاحظ يلاقي فيه صلبان، مجموعة من الصلبان بالدم موجودة، وفي الأقوى من كده إن حركتها بقيت طبيعية جدا. والموضوع دلوقتي احنا بنسجل بعد كذا شهر، يعني الكلام ده تقريبا في 8، احنا دلوقتي في نص 12. الموضوع اتأكد صحتها كويسة، وغير التقرير بتاعة الدكتور اللي كان شافها في نفس الأسبوع في مستشفى السلام المهندسين، هو كتب تقرير موجود كده ان الحالة انا شفتها وكانت تعاني من مشاكل كتيرة في الفقرات متعددة، لكن كانت فقرات متعددة، والآن لا تعاني من أي شيء. ده أستاذ جراحة العمود الفقري. في الحقيقة نشكر ربنا بيشتغل، القديسين بيشتغلوا. لكن عايز أقول حاجة، إن الله بيمد إيده بحكمة وأيضا برحمة. كان ممكن حد يقول في ذهنه ممكن الابن يحتاج أكتر للعملية أو للمعجزة، يمد إيده ربنا، لكن الله ليه حكمة. ربما الله محتاج قلوب أمينة جدا في العمل معاه وفي الخدمة في الحياة وعايشين بأمانة مع اللي حواليهم. ربما القلب ده أكتر قلب الله شايفه قلب أمين، يقدر يحتمل الكرامة ويقدر يحتمل الآلام وأيضا يحتمل البركة الكبيرة اللي ربنا اداها لنا. في الحقيقة بنشكر ربنا في الأول والآخر، بنطلب بركات القديسين، بركة أمنا العذراء، بركة القديس مارجرجس، لنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.